السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات واحلى متابعين؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية يا رب العالمين. كل سنة وانتم طيبين. وحشتوني جدا جدا. داخلين بقى على رمضان والايام الجميلة، ويا رب كده يبلغنا رمضان وثوابه. يا رب يجعلنا كده من عتقاك من النار يا رب العالمين، ويدخلنا يا رب الجنة جميعا بدون حساب ولا سابق عذاب يا رب العالمين. وارحمنا واغفر لنا يا رب، انك على كل شيء قدير. كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله ربنا يبلغنا جميعا رمضان يا رب، ويبلغنا ثوابه ويبلغنا ليلة القدر المباركة، اللهم امين. النهاردة جايه لكم بوصفة حلوة، ترطيب للبشرة وتوحيد اللون. طبعا الوصفة دي النهاردة هتبقى سهلة جدا جدا واقتصادية وما فيهاش اي حاجة، بس مكونين 2 بس. هتبقى البشرة عندك صافية ورطبة، مترطبة كده، وكمان في توحيد للون البشرة عشان المكون اللي معانا النهاردة يعني ما شاء الله عليه. بيوحد لون البشرة، بيشيل التصبغات، بيخفف من النمش، وكمان بيدي ترطيب حلو قوي للبشرة. المكونات سهلة وبسيطة، هنعملها مع بعض، وهما مكونين 2 بس، وإن شاء الله هتعجبك الوصفة. واعمليها كده مرتين في الأسبوع، هي حلوة وجميلة. وطبعا معانا الوصفات بتبقى بمكونات طبيعية ما فيهاش أي مشكلة خالص، يعني حتى لو مش هتفيدك طبعا مش هتضرك، بس هي بإذن الله طبعا الوصفات اللي بنزلها بتبقى مجربة وجميلة، فإن شاء الله يا رب تعجبكم بإذن الله تعالى. معايا المكون الأولاني يا جماعة اللي معايا، وهو اللبن البودر. اللبن البودر يا جماعة اهو، ماشي معانا اللبن البودر. شيلنا بس المعلقة كده هنا، ونحط معلقة، يعني يعتبر معلقة كبيرة من اللبن البودر. دي طبعا معلقة صغيرة، بس انا حطيت طبعا معلقتين من اللبن البودر بتاعنا الجميل. طبعا كلنا عارفين فوائد اللبن البودر يا جماعة، يعني اكتر الوصفات بتاعتنا بنستخدمه، لان هو فعلا رائع 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 وجميل، حاجة كده يعني من الاخر. هيعجبك جدا جدا، وكمان زي ما قلت لك بيوحد لون البشره. كمان الوصفه دي ان شاء الله كمان مش هتعمليها على بشرتك بس، يعني ما تيجي تحطيها هتحطيها كمان على العنق، يعني على رقبتك، علشان ما ينفعش اي وصفه تيجي تعمليها تحطيها على بشرتك بس والرقبه لا. كده هيبقى فيه مثلا، يعني هيبقى البشره لون والرقبه لون. لازم تحطي الماسك يكون على الرقبه كمان. معانا بقى زيت اللوز الحلو. زيت اللوز الحلو دوت كلنا عارفين كمان بيخفف البقع الغامقه، بيدي ترطيب للبشره، وبيفتح البشره جميل جدا جدا. كلنا عارفين فوائده، وهناخد منه حوالي كده يمكن معلقه صغنونه. نقلب المكونات بتاعتنا الحلوه الجميله دي مع بعضها، ماشي. معانا اللوز الحلو اهو، حطيناه على ميه على اللبن النيدو، ومعانا ميه الورد الجميله، ميه الورد الحلوه الجميله العسل دي هناخد منها معلقه، ونقلب المكونات بتاعتنا الحلوه الجميله دي مع بعض. بصوا بقى المكونات دي تحفه تحفه على بشرتك، جميله جميله جميله. هنقلب كده المكونات بتاعتنا مع بعض. شيل بس في حاجة كده يعني زي عفرة كده ولا حاجة. نقلب المكونات بتاعتنا. ممكن هو لو طلع خفيف شوية ممكن نزوده بشوية لبن نيدو، خلاص اهو، علشان بس ايه نعرف نوزعه على بشرتنا. ونقلب المكونات بتاعتنا الحلوة الجميلة دي. شوفوا بقى المكونات سهلة ازاي، ما فيهاش اي حاجة. انا قلت لكم مكونين بس، هما لا لازم برضو ايه معانا. لو انتي مش عايزه تحطي بشرتك بتتحسس من ميه الورد، بلاش ميه الورد وحطي لبن سائل، خلاص. اللبن السائل كمان بيدي ترطيب حلو قوي، وكمان عارفين فوائد ميه الورد وجمالها. يعني احنا عارفين كمان ميه الورد قد ايه رائعه رائعه في ترطيب البشره، وكمان ازاله الجلد الميت كمان بتدي ترطيب حلو قوي، يعني حاجه كده جميله جميله. هو ده الماسك النهارده بتاع النهارده يا جماعه. شوفوا بقى خفيف ازاي، جميل جميل. ولو مش عندك مثلا زيت اللوز الحلو تقدري تحطي، ما فيش مشكله، تحطي ميه الورد او تحطي اللبن، ما فيش اي مشكله خالص. ولكن برضو هو بيساعد على اللي هو تفتيح الهالات السوداء او الحبوب الغامقه. وهو ده الماسك النهارده يا جماعه. شوفوا جميل ازاي وسهل وحلو قوي ازاي اهو.
شايفينه رائع رائع جدا، وهيبقى يعني حلو كده السمك بتاعه علشان تعرفي ايه توزعيه على بشرتك. طبعا على بشره نظيفه وناشفه، وتقدري تحطي الماسك بتاعي النهارده على العنق وعلى الرقبه، وتسيبيه حوالي ربع ساعه، وبعد كده تبداي ان انت تغسليه ماشي، او تفركيه على خفيف خالص 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 بطريقه دائريه، او تغسليه مفيش اي مشكله خالص معانا. وهو ده الماسك بتاع النهارده، سهل وسريع وجميل، وشايفينه عامل ازاي يعني. اللهم صل على النبي عليه، جميل ماشي. اتمنى منكم الاشتراك في القناه وفعلوا بالجرس عشان يوصلكم اشعار بكل فيديوهاتنا. الف شكر ليكم حبايب قلبي، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. ان شاء الله يا رب يكون عجبكم الماسك، وهتلاقوا منه نتيجه جميله، والله انا واثقه ان هو هيعجبكم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في رعايه الله يا احلى اخوات في الدنيا، وكل سنه وانتم طيبين. مع الف سلامه، مع السلامه.